مجموعة أصدقاء بيتحبسوا جوا بيت رعب وبيتفاجئوا إن في سفاح بيطاردهم. هنتفرج مع بعض على فيلم هيل فيست. يلا بينا. يلا بينا. بيبدأ فيلمنا في مكان مخيف مع 3 شابات وهما بيجروا وبيصرخوا من حد بيطاردهم، ولكن بنكتشف إن هما في بيت رعب وكل ده جزء من اللعبة. وبيقضوا وقت ممتع لحد ما واحدة فيهم بتلاقي نفسها لوحدها وبيظهر لها شخص غامض معاه سكينة. بتفتكره جزء من اللعبة ولكنه بيقرب منها وبيقتلها بالسكينة وبيعلقها وسط البشر التانيين اللي بيكونوا بشر حقيقيين، ولكن الناس بتشوفهم بتفتكرهم جزء من الشو أو اللعبة مش أكتر. وبنيجي هنا ل3 صديقات تانيين وهما نات وبروك وتايلور، وهما بيتجمعوا مع بعض وبيتكلموا عن ان هما لسه محتفظين بقلادة الصداقة اللي بينهم. وبيظهر لهم صديقهم كوين وبيقول لهم انه جاب لهم تذاكر VIP لمهرجان الجحيم، والافضل نروح ونكتشف ونعيش المغامرة كلنا مع بعض. وبالفعل بيروحوا كلهم على المهرجان وهو تحت مسمى مهرجان الجحيم، وهناك بيقابلهم اصدقاء تانيين وبينضموا ليهم في التجربة المجنونة دي. وفجأة بنلاقي شخص غامض داخل المهرجان وبيخبط في بنت بالغلط، فالبنت بتبدأ توبخه انه يخلي باله لحد ما هو ماشي بياخد سكينة في ايده، وبيكون الجروب بتاعنا واقفين على بوابة وبيسمح لهم بالدخول، وبيدخلوا على طول وبيلاقوا أشخاص بتطلع تخوفهم. وكل ده جزء من اللعبة لحد ما بيشوفوا بنت بتهرب وبيفتكروها خايفة من اللعبة وبتهرب مش أكتر، ولكنهم ما بيعرفوش إن في شخص بسكينة بيطاردها، ولكن بيقدر الشخص ده يمسكها وبيقتلها قدام أنظار نات اللي بتكون واقفة مصدومة وخايفة ومش عارفة إذا كان ده حقيقي ولا جزء من اللعبة، لحد ما بيخرجوا وبيتفرقوا وبيكون نات وحبيبها مع بعض والشخص ده مراقبهم وبيتحرك ناحيتهم. ولكن بروك بتلاحظ وأول ما بتجري ناحيتهم الراجل بيختفي، وبيتفرقوا مرة تانية وبيقرر جافن إنه هيدخل المكان ده لوحده. وأول ما بيدخل بيتفاجئ بالراجل مستنيه اهلا كابتن بوشكاش، نورت بيتك يا حبيبي. وبيبدأ الراجل يضربه، وبيكون جافن مستغرب وفاكر ان ده جزء من اللعبة لحد ما الراجل بيخلص عليه. وبنروح لكيلي وحبيبها وهم راكبين عربيات بتدخلهم بيت رعب تاني، ولكن العربيات بتعطل بيهم جوه، وبينزلوا بيلاقوا أشكال غريبة واقفة لحد ما بيظهر عرايس على شكل زومبي بيحركوهم وبيخرجوهم بره وبيقولوا لهم المفروض ما تكونوش هنا، لحد ما بيخرجوا ما عدا نات اللي بتفضل مكانها وبتتفاجئ بالراجل الغامض ده في وشها، ولكن في بينهم زي حاجز وبيقعد يخبط على الحاجز بصوت عالي لحد ما هي بتهرب وبتخرج تقول لهم، لحد ما في شاب راكب الموجة بيقول لهم انا هخش اشوف الراجل ده. واول ما بيخش بيتفاجئ ان الراجل بيهاجمه وبيقدر ان هو يقتله. شربتها يا كروديا. بتكون نات بتغسل وشها ولكنها من شدة الخوف بتتخيل ان الراجل ده موجود، ولكن بيطلع انه بتاع الامن وبتحكي له ان في راجل غامض بيقتل في الناس، وهو بيقول لها ان كل ده جزء من الالعاب اللي هم منظمينها وما تخافيش من حاجة. لحد ما بيخرجوا كلهم ويلاقوا ان في فقرة علنية، وهي ان هم يختاروا شخص ويحطوا رقبته تحت المقصلة ويقطعوا راسه كجزء من اللعب والترفيه مش اكتر، ولكن على شكل خدعة. لحد ما بتتطوع تايلور وبتقول ان هي اللي هتجرب التجربة دي، وبالفعل بيجربوا عليها وبتنزل المقصلة ولكنها مش بتموت وبتطلع خدعة. ولكن في الكواليس ورا بيظهر لها الراجل الغامض وبينزل المقصلة عليها تاني، ولكنها مش بتموت لسبب ان هم حاطين حاجز على رقبتها، والحاجز ده بيحميها من اي اصابة. في اللحظة دي تايلور بتستغيث والراجل بيسيبها وبيطلع وبيقابل جافن في طريقه وبيقتله، وبتشوفوا نات وكيلي وبيهربوا وبيجي الأمن بتاع المكان وبيقدروا إن هما يمسكوه. ولكن في المشهد اللي بعده بنلاقي إن هو قدر يتخلص منهم وبيطاردهم تاني، وبيدخلوا جوا غرفة مليانة أطفال محنطين وعليهم أقنعة وبيستعينوا بأي حاجة يدافعوا بيها عن نفسهم، وبيتفاجئوا إن الراجل ظهر وطعن نات في رجليها لحد ما بيهربوا منه وبيدخلوا غرفة تانية. المرة دي الغرفة مليانة ناس محنطين ولابسين أقنعة، واللي بتكون نات مستخبية وسطيهم وبتظهر وتضرب الراجل ده. بتحاول تهرب بيظهر لها تاني، ولكن المرة دي بتطعنه وبتاخد صاحبتها وتهرب، والحكومة بتكون وصلت ولكنهم مش بيلاقوا جثة الراجل اللي بيكون هرب. وبتيجي شرطية بتطمن عليهم ولكن بعد فوات الأوان. وبنرجع على مشهد أخير وهو راجل بيدخل بيته وبيشيل القناع بتاعه، يتضح إن الراجل ده هو القاتل اللي كان في المهرجان، وبيطلع راجل كبير عايش مع بنته وبيحضنها. وبيخلص فيلمنا على كده من غير ما نفهم الراجل ده مين أو عايز ايه. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ وده كان فيلمنا النهاردة يا صديقي، ما تنساش السبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.